اسمي الحركي دجوار عريشة من منطقة العريشة، واسمي النظامي علي حميدي الظاهر. نحن يعني عائلة، الإخوان 9 شباب والبنات 6 طبعا، وعايشين بالمنطقة، يعني منطقة على قد حالنا والحمد لله. وبالنسبة لي يعني متجوز، عندي 3 أولاد وبنية، وعازل عن أهلي وقاعد ببيتي لحالي. درست للصف الثالث ما كملت، مو أسباب إنه أقول لك الصراحة يعني أطلع أساعد أهلي أول شيء، بس ما في استوعاب للقراية والكتابة. يعني الأستاذية اللي كانوا يجون كلهم من الخارج، يعني كلهم من حمص وطرطوس، وأكثرهم يعني مهم ولد عرب وشو يفهمون علينا، إن كان الضرب والشغلات هاي كلهم سويوا. وهالشيء هذا اللي طفشنا من المدرسة كامل، وطلعت يعني على الغنم وما الغنم وعلى الشغلات هاي. وأنا أمي لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب، يعني هالسبب هذا كله سبب تدخل النظام السوري يعني بمعاملته السلطوية، اللي خلتنا يعني عايشين على قولتهم على الخبزة. أيوة، يعني ينطينا قوت اليومي بس، ما بمردود كفاية إنه والله اليوم نقدر الواحد يفتح مصلحة، يكبر، يحقق أحلامه، يزبط يعني وضعه، ما بي. يعني هذا الشيء اللي كان النظام السوري حاكم علينا بهالشيء هذا. وقلت لك استاذيه ولا انسات ولا شيء، ما كانوا اهل المنطقه مثل هسه نحن هون. يعني الشغلات هاي كلها كانت من الخارج، كنا نسمع بهالشغلات هاي. بس على دور شيابنا وشغلاتنا لما نريد نسولف يقولون الحيطان إلها اذان. يعني ما نقدر نسولف كل شيء لا قدام اخوك ولا ابن عمك ولا الاخر ولا الاخر. ليش؟ لان كل شيء يصل كان اولي، وكنا ساكتين وعلى قولتهم بالعين الموس على الحدين، وساكتين وما نقدر نظهر كل شيء بداخلنا. ولا تمام سمعنا عن الحزب وعن الحركة وعن الرفاق بالجبل وعن المعاملة وعن كل شيء، يعني شيء يخليك أنت تمشي عليهم، لأنه شيء على الصح. الرأي رأي الكل، مو رأي شخص واحد. يعني المعاملة الشغلة كله يختلف عن النظام السوري، ولا كان أي فصيل دخل إن داعش ولا الجيش الحر ولا جبهة النصرة ولا أي شيء. شفنا شغلات يعني رعب رعب كنا ما نشوفها غير بالأفلام. وهالشغلات هاي الشغلات اللي شفناها واللي خلانا يعني نفوت نقتنع بسوريا الديمقراطية، أنه تفوت على مناطقنا وتحررنا. يعني على طريق الحزب فتنا احنا شي 40 واحد، كنا من نفس المنطقة فتنا. وأول ما فتنا بالمساكن هون عام 2016 مع فوج الرفيق أبو إبراهيم مدني. إيه، فتنا بالفوج. وطبعا عجبنا تفكير الحزب وعجبنا الشيء، ونريد نحرر، يعني بس نريد نخلص من داعش، لأنه مثل السرطان لما إجانا خنقنا خنق، يعني ذبح من كل الاتجاهات. وفتنا وما قصرنا يعني، والحزب ما قصر معانا كمان، والفكر يعني كان عاجب لكل الأمة. وهذا الشيء اللي خلانا نساعد سوريا الديمقراطية لنتقدم للأمام إن شاء الله. تغيرت يعني 100%، مو 90%. يعني صار كل شيء متحقق لك، كل شيء موجود لك. يعني وبالوردات اخذنا بالوردات، بس قلت لك الاسماء ما راح اكون متذكرها زياده. اخذت بالوردات قبل ما اتصاوب بالشدادي هون، ويعني استفدنا حيل وين. وعجبنا الفكر، عجبنا فكر الرفاق، وعجبنا فكر القائد. يعني عجبتنا شغلات كثيره واستمرينا لقدام. وكنا احنا اذا يطلع بيدنا اي واحد يطلب انه يقدم مع الحزب نقدمه نجيبه، وهسه بعد نقدمه، لانه فكر الحزب فكر واحد، مو انه والله خلاص اني لحالي ومالي شغل بغيري، لا، احنا كنا ايد واحده. بالوردة التدريب اللي فتناها اولها السياسي عن الفكر والعبوديه اللي كنا عايشينها على دور النظام السوري، وتحرير نفسنا، يعني تحرير داخلنا من جوا. ايوه. وفي من ضمنها جزء عن السلاح،
يعني عن تدريب السلاح وشلون نفوت، شلون نقتحم، شلون يعني كان تدريبهم ناجح 100%. والشيء اللي شفناه ما شفناه بغير مكانات، لأن كان الدورة هي 40 يوم مخصصة من أفواج يعني. إيه كل فوج ياخذون منه كمية يسوون الدورة. أما رفاقة يبجة كانوا دورات لحال. إيه إحنا ليش نقول يعني كان فيها الشيء هذا، في القومسيونية شكل يومي يجينا قومسيون شكل ويجينا رفقاتنا يعني هي تدرسنا ونقوم ونناقش معاها وتناقش معانا يعني عادي يعني شيء طبيعي يعني رفقات مثلنا مثلهن. إيه ومثل ما قلنا يعني ونطلب مساعدة ونقوم ونناقش وعلى كل شيء يكون الدرس فهمانينه يعني مستوعبينه ونناقش. طبعا رفيقة راح نحكي الشيء اللي نعرفه يعني مو اكثر، لا راح نجيب من حن ولا نزود. نحن قبل كنا نعرف المرأة انه خلاص المرأة بالبيت وبس، يعني خلاص الرجال هو الحاكم على على كل شيء. ليش؟ لان هذا حطوا بذهننا النظام السوري انه المرأة مهمشة، يعني خلاص هاي تجي للبيت وبس. اما لا، لما فاتنا بالحركة وفتنا بالحزب وفتنا بالكتب وفتنا بمقولات القائد والشيء يعني كمان هو وصى بالمرأة. ايوه ثاني المرأة إلها النص، يقولون المرأة ضلع قاصر، لا. ومثل ما قلت يعني وين هسه تغيرت الدنيا يعني نريد هسه نرجع شوي لدور النظام السوري. نادر ما تلقي مرأة موظفة بمجلس، وما كان بيه مجالس وهالبلديات وشي، بس الآنسات وأكثرهن هسه فوتي على مجالسنا، فوتي على بلدياتنا، فوتي على قواتنا العسكرية. هذا أول حملة مشيناها هي على مدينة الرقة. يعني الرقة مدينة وتعرفوا فعلا أفلام الرعب اللي شفناها من كبرها والشيء اللي صاير بيها. طبعا مشينا كان بيه خوف وردة فعل وهالشغلات هاي، بس بعد ما فتنا وتمركزنا نحن والرفاق، وكان معنا رفيقاتنا قناصات معنا كان بنفس النقطة، كان اثنين. ظلينا شي 18 يوم مدينة الرقة بالحملة. الخط الأول صار معنا شوي صعوبات بها. شكل يومي يضربونا بالليل، يعني بالليل ما نقدر نطلع ولا نتحرك ولا شيء، بس نصدهم لأنه إحنا ماشيين على صح ونريد نخلص من هالشيء اللي طلعنا له. يا نستشهد كنا ونموت، يا نعيش كنا بالشيء اللي بدنا إياه. أيوة والحمد لله مشى الامور بتمام. وظلينا شيء 21 يوم، وتصوبوا معي اثنين من الرفاق، مو شهداء اما اصابات بسيطه، وطلعناهم وبخير والسلامه والحمد لله. الجروب اللي فتنا به نحن 7 رفاق. طبعا نفوت مو جروب واحد، نفوت كذا جروب ورا بعضنا تنسيق. الدليل اللي ماشي قدامنا رفاقنا هم يروحوا يمسكونا البيوت، وبعدين هم عادي بعد ما يركزون البيوت ويضبطونهن وينظفونهن اذا كان في لقم او في شيء، نجي احنا عاد كل 7 رفاق ومعهم رفيقتين يبجه نركز بنقطه. هذا الخط الاول. والصعوبات اللي مرتنا يعني قلت الشيء القتال اللي كنا نشوفه، كنا بعض الاحيان ننقطع من اللوجستيك بس نكمل، يعني خلاص فتنا ما في رجعه، يعني رجعه ما في، فتنا على هالخط هذا بدنا نكمل به.
إيه طبعا كان عندنا إرادة خلاص قناعة، وبالشيء اللي شفناه قلتلش من داعش وغيرها، وصار عندنا قناعة بفكر الرفاق إنه خلاص نمشي. يستشهدون 10 15 20 بس نحن نكمل ما نقف، تصير عندنا الجرأة الكافية انه نستمر لقدام ونحرر اكثر وناخذ اكثر. طبعا نحن لما بدلنا الجروبات وجينا لهون كانت الرقة بنهاية تحرير، بدنا نفوت على دير الزور من منطقة الدشيشة وما الدشيشة، واحنا لافين تنفوت على دير الزور نحن قوات الشدادي. ثاني حملة كملنا من مدينة الدشيشة واحنا فايتين على المرقدة، من المرقدة على دير الزور. ظلينا تقريبا شي شهرين ما نزلنا بهذيش الحملة، لأنه نمشي ونبني بتركات والشو اسمه. ظلينا ماشيين تقريبا شي شهرين، ما لقينا صعوبات بها زيادة لأنه كانت صحراء، من هون صحراء لحد أول. الصعوبات اللي واجهناها هي بدير الزور بالعمر. أظل احنا قلنا آخر حملة مو آخر حملة طبعا، حملتي من الرقة لما أجيت كنا بدنا نفوت من مدينة منطقة الدشيشة على المرقدة واحنا فايتين على دير الزور. كنا ل 30 نقطة، كل نقطة فيها 7 رفاق، طبعا 7 رفاق. وسوينا ذيك الساعة خط سينور بالمدينة، وظلينا تقريبا لمدة شي 6 شهور ما فتنا دير الزور بعدها. ليش؟ لأنه كان في صعوبات قدام، كان في ألقام، كان في مفخخات، كان في شغلات كثيرة. لحتى الرفاق أخذوا الإجراءات الكافية وفوتوا جروبات مختصة بهالشغلات هاي، لا فكت لنا الطريق تفتنا على المرقدة. طبعا تم تحرير منطقة المرقدة لأنها مو سكان كثيفين، يعني ما لقينا صعوبات، لقينا مساعدات من الأهالي، لقينا استقبال حلو، يعني كان في يعني استقبال ما كنا نتوقعه. يعني ليش؟ لأنه شافوا الظلم من داعش وذاقوا المأساة وذاقوا الشيء، يعني هلوا ورحبوا بينا من أول ما فتنا بيها ولبين ما كملنا لعد دير الزور. طبعا كنا وقت الشيء هذا احنا مشينا كله بالليل مو بالنهار، نحن بالنهار ما نمشي، بلش مشينا بالليل صادريات احنا نقولها، تفوت تثبت نقاط وترجع تاخذنا وتفوتنا جروبات 7 7 بكل نقطة. طبعا لما كان يجينا هجومات كنا نتمكن. ليش؟ لأنه خلاص نحن اللي فتنا على النقطة هاي ما نعيفها، خلاص يا نستشهد بيها يا نكمل بيها. لهذا الشيء يعني ما كان في صعوبات منهم ومحنا خايفين منهم، لأنه نريد هالشيء هذا نحن نخلص منهم، يعني نريد احنا نخلص من هالشيء اللي فات علينا ودمر. يعني قمنا نشوف شيء بعيوننا، يعني الذبح والشغلات والعملات، بدنا نخلص، بدنا نمشي قدر الإمكان تنخلص منهم. الحملات هاي كلياتها طبعا هذا جينا ريحنا 20 يوم ورجعنا على حملة دير الزور اللي فتنا بيها. هناك لقينا المصاعب الحقيقية، يعني اللي شفناه بالرقة شفناه بدير الزور. دير الزور تعتبر يعني مدينة تحت مدينة على دور داعش. ليش؟ يعني تنام تقعد تستلم النقطة بالليل، تقعد الصبح يعني تلاقي أنفاق منين ما تجي، كانوا يطلعوا لك من قلب النقطة. طبعا فجروا نقاط كثيرة برفاقنا وما قصرنا يعني بيهم، احنا زاد فجرنا لهم وخذنا منهم سلاح كثير ومن عدد اللي مسكناهم. ايه طبعا قلت لك احنا ما قصرنا معهم واخذنا منهم شغلات كثيرة، يعني سلاح، عتاد، سيارات. اخر شيء قاموا يحرقونها ويمشون، لان عرفوا حالهم انتهوا، حدهين انتهوا، لانه من جهة العراق ما يقدروا يفوتون وما ظل قدامهم غير المي. وبعد النظام السوري أخذوا المنطقة المركز الوحيد
سووا لحالهم مخيمات بالباقوز عند التلة. نحن عاد وصلنا هين يعني كان نفسي اني احضر التحرير اللي بده يصير واللي بده يصير بيهم. يعني لقينا مصاعب من جهتهم، ما سلموا حالهم بسهولة، كانوا يقاومون زيادة عن اللزوم. بشكل يومي كان علينا مفخخات يعني تفوت، ما اقول لك بال10 بال15 هاي شكل يومي يضربون اياها، من عدا الصواريخ واللي غيرها. يوم من الايام اني يعني ومعي الرفاق قلنا بدنا نفوت من جهة المي، نحاول انه نصل لاقرب نقطة عندهم تناخذ مستودع سلاح. ما حسينا ودرينا الا وقت اجتنا المفخخة وفجرت بينا النقطة. كنا متفقين نحن 7 رفاق قدام، كنا حاولين بس نفوت عليها، يعني نتمركز عليهم، يعني نصير احنا قبل انه يبينون علينا، ونحاول نضرب اللي كانوا يضربون رفاقنا اللي بجنبنا، لان استشهد رفاق من جماعة الحسكة كثير من قوات حسكة. رفاق اللي شفناهم شوف عيننا وشلناهم بدينا قبل ما يعني. بس اللي فاتتنا انه البيت كان ملقم والبيت كان بيه مفخخة. لما عاد فطينا تكميله للرفاق اللي مستلمينا انه القصه 1 2 3 راح نفوت، احنا نحاول انه نقدر نفوت عن طريق المي ونحرر الرفاق. ما حسينا الا صرخ بينا اللقم. طبعا احنا 7 رفاق، ال7 منهم استشهد معي رفيق من منطقه المدش اسمه حسان، كنيته ماني حافظها، وانا اللي صابني صارت بي الاصابه. طبعا ماني رجلي ماني ماشي الهمهن ولا عندي عبارة الهن، لأنه وصلت للشيء اللي بدي إياه، وصلت لتحرير المنطقة من داعش ومن هالشغلات هاي. طبعا ماني متندم لهاليوم أو شيء، وأتمنى أنه الرفاق يكملوا المسيرة اللي كملناها إحنا واللي وقفنا حدها. وإن شاء الله مثل ما قلنا يعني إحنا لسعنا هالساعة وعد، مو وضعنا هيك نقدر نقاتل ونقاوم وين ما أرادوا، يعني إيد بلا اليد، قاوم بإيد وحدة. طبعا راحت ايدي ورجلي بنفس الحمله، وقلنا واللي اسعفوني طبعا الرفاق اللي معي بالنقطه، لان ما راح يعيفوني وما راح يقصرون ان كانوا هم ولا غيرهم، لانه احنا رفاق ومشينا واكلنا وشربنا ومع بعضنا، يعني ما راح يعيفوني. طبعا قبل احنا وقت صاوبنا خذونا على مشفى الشهيده ساريه، ومن مشفى الشهيده ساريه خذونا على مشفى الشهيد خابات بالغامشلي. طبعا هناك تم المعالجة بعد شي 24 ساعة تحت العملية. أنا طبعا ما صحيت تحت العملية إلا بعد البنج بالغرفة الثانية. طبعا ما أقول تأثرت أول البداية بالموقف اللي شفته، بس لما شفت حالات لرفاقنا قلت الحمد لله، يعني أنا ما بي شيء يعني، ورفاقنا الحمد لله يعني، وكنا نعرف حالنا ما دام مشينا على هالطريق هذا الشهاده او النصر او راح يعني يصير بي انه هالشيء هذا. والحمد لله لحد الان احنا متندمين على هالشغلات هاي. والله ردة اهلي طبعا انا احكي لك الواقع، لما شافوني الاكثريه قالوا الحمد لله، لانه كان في شهداء، يعني يقولون الحي ابقى من الميت، هاي مقوله عندنا احنا العرب. يعني الحمد لله انه ظليت على راس ولادك، وهالشيء هذا كله مكتوب لك، يعني كل هالشيء هذا اللي صار مكتوب. ولما مشيتوا انتم مشيتوا على صح، ما مشيتوا على مبدأ انه هالشغلات هاي اللي فاتت بها داعش وغيرها. يعني انتم مشيتوا تتحررون الأمة اللي قدامكم، تتريحونها من هالظلم اللي شافته. والمعالجات اللي قاعد اخذها يعني اخذها استمرار نظامي عن طريق المركز الجرحى. بعد ما تحولت انا من المشفى، تحولت عن طريق رابور نظامي على دار الجرحى بالشدادي. تحولت من مشفى الشهيدة سارية إلى المركز بالشدادي. طبعا جيت أول ما جيت يعني حسيت إنه كان بيش إنه شيء ناقصني، بس لما جيت وشفت الرفاق وشفت الوضع، وبي رفاق يعني ما تشوف
وتعطي دروس وتمشي وتسولف وتضحك، ويعني وضعها اللي ما يشوف وضعه أضر، يعني نقول أمر من وضعي على قولتنا إحنا العرب. هنا يعني أني رجعت حسيت بنفسي إني لازم أني أسوي شيء يعني مثل ما رفاقي اللي قدامي اللي ما يشوفون واللي ماسكين قاع واللي غيره واللي يفلج بشيء، يعني نقدم لي قدام ما نرجع لي ورا. طبعا هذا قلنا نحن هساتين المصابين في مدينة الشدادي في دار الكازية عم ناخذ دروس كل جمعة كما بالمدنية قاعد بالبيت. أنا أعتبر إدارة خط لهم، عم بعطيهم دروس، بس طبعا اللي عم ينطيهم رفيق من رفاقنا كمان مصاب، عم يعطيهم دروس عن الحياة وعن فكر القائد وعن المجتمعات الطبيعية، يعني كمان ما احنا قاعدين. وهسه وعد لو يطلع بدنا يعني ننطي دروس بأي مراكز وأي شيء ما نقصر يعني، وعم ناخذ دروس بالمركز احنا والرفاق المصابين، يعني دروس كل أربعاء وجمعة على مدور الشهر كامل يعني. أكاديمية الشهيد دشتي طبعا أول ما فتنا عليها كان في ردة فعل وكان فيها الشغلات هاي، بس لما فتنا وشفنا رفاقنا من جميع المحافظات، من الرقة، من الحسكة، من القامشلي، من كل المناطق، من الشدادي، طبعا صار في اختلاط وصار في حكي، وصار القومسيونيين اللي عم يجون يعطونا الدروس طبعا كلهم رفاق من المصابين، وصار بيناتنا يعني الروح الرفاقية اللي شفناها بين بعضنا ومساعدة بعضنا، يعني ما قصرنا مع بعضنا بنوب يعني. طبعا نحن لما برفاق مثل برفاق بالنقطة يعني ماخذينهم قدوة انهم عم يعطون دروس وعم يدخلوا بمجال قوة بالمراكز، على مدار انه قوة رفاقنا في هسه اكثر رفاقنا موظفين، يعني في بالبلديات وفي بالمجالس وفي، ما احنا قاعدين يعني احنا صحيح جرحى حرب بس نحب نقدم لأكثر. طبعا هذا الرفاق يعني صحيح راحت ايدي وراحت رجلي، وطبعا راح نستمر احنا ان شاء الله، في عندي ايد ثانية نكتب بيها ونشوف بعيوننا ونسمع ونسوي، والإصابة إصابة العقل مو إصابة الجسد. طبعا كلمتي الأخيرة هي راح نظل مستمرين على رفاقنا الشهداء وفكر القائد عبد الله وجلان.